فلما دخلت لقيت 2 كمان رجالة قاعدين جوه في الشقة، واللي فهمته أنا إن هي شقة هم مأجرينها عشان شغلهم في البلد هنا، وهم أصلا مش من البلد. هم يعني بيشتغلوا في البلد بس هم مش ساكنين فيها، يعني هم عايشين فيها بس بيباتوا فيها. هم عايشين لوحدهم 3 شباب. فطبعا أنا اتسمرت مكاني، طب أنا إزاي هشتغل وسط 3 شباب وكده؟ لقيتهم بيقولولي لو انتي خايفة أو قلقانة انتي ممكن تغيري ميعادك وتيجي ميعاد ديليني، يعني ميعاد احنا منكونش موجودين فيه، ده احنا بنشتغل من الساعة 5 لحد 12 بالليل أو 1 بالليل، فلو عايزة تيجي بالليل تعالي. فطبعا المواعيد دي ما كانتش تنفع معايا عشان ابني وعشان جوزي، فقلت لهم لأ أنا مش هينفع بالليل وكده. أهلا بيكم في قناة جوري ستوريز. القصة النهاردة فيها كل حاجة، دراما، أسرار، مفاجآت ما تتخيلوش إنها تحصل. قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك علشان نوصل ل30,000 متابع قبل نهاية الشهر. يلا بينا نبدأ. بتقول صاحبة القصة: أنا اسمي دينا وعندي 30 سنة، متجوزة بقالي 5 سنين وعندي طفل عنده 2 سنين. وقصتي بدأت لما جوزي حصل له حادثة، وكانت حادثة كبيرة، وبعد الحادثة دي اتصاب بشلل رباعي، ما بقاش يحرك رجل ولا إيده خالص، يعني كان قاعد على كرسي متحرك، وهو كان ظروفه على قده. وطبعا ابتديت أنا اللي أدور على شغل عشان أشتغل، عشان هو خلاص ما بقاش ينفع إن هو يشتغل خالص. فعلا دورت على شغل واشتغلت في محل عبايات، اللي هي العبايات بتاعت الخروج، العبايات الخارجية دي، وابتديت إن أنا أصرف على البيت وكده. بس كان هو ليه علاج كل شهر بيبقى غالي شوية، فما كنتش بقدر أجيبه على طول، وهو كان زي ما قلتلكوا قاعد على كرسي ما بيتحركش خالص، وأنا اللي بضطر إن أنا أعمل كل حاجة، أخلي بالي منه وأخلي بالي من ابني، وبشتغل وبعمل كل حاجة في البيت. وبجد كنت عايشة فترة صعبة جدا، وما كانش في حد جنبي من عيلتي ولا من قرايبي ولا من قرايب جوزي، لأن إحنا كنا عايشين في بلد تانية خالص، غير بلدي وغير بلده. اضطرينا إن إحنا ننقل في بلد تانية خالص لأن هو كان بيشتغل فيها، وشاء ربنا حصل له الحادثة دي وبقى قاعد يعني. وأنا من هنا ابتديت رحلة صعبة جدا من الألم ومن المعاناة ومن المعافرة في الدنيا. وحاولت إن أنا أشتغل أكتر وعلشان أقدر أكفي المصاريف وأكفي بيتي عشان ظروف جوزي وكده. وواحدة واحدة ابتديت إن أنا أدور على شغل تاني وحاجات تانية اللي انتوا عارفينها دي. وبعدين في يوم لقيت واحدة كانت شغالة معايا في المحل بتقولي: بقولك إيه يا دينا، أنا أعرف ناس عايزين واحدة تشتغل عندهم في البيت، تنظف لهم البيت وتعمل لهم أكل وكده، وهيدوكي مرتب كويس قوي. أنا شايفة إن المرتب ده بقى كويس عشان ظروفك وكده، ولو عايزة تشتغلي قوليلي وأنا هديك العنوان وتروحي لهم على طول. فأنا طبعا بدون تفكير وبدون أي حاجة لما سمعت المرتب قلت لها موافقة طبعا، اديني العنوان وأنا هروح. قلت لها بس ابني هعمل فيه إيه؟ لأن أنا كنت باخد ابني معايا المحل، وكانت صاحبة المحل متفهمة ده. راحت لقيتها بتقولي: بصي، هو المواعيد مواعيدك زي المواعيد اللي أنا فيها بالظبط، انتي ممكن تعدي على ابنك الصبح وتسيبيهولي، وانتي راجعة خديه وروحي. كانت المواعيد من 8 الصبح لحد 4 العصر. فطبعا اتبسطت قوي منها وقلت دي صاحبتي الجدعة بقى اللي مفيش منها. بصراحة ما كانش في بالي خالص أي حاجة من اللي أنا هقول لكم عليها دلوقتي اللي أنا هتفاجئ بيها. فطبعا أنا كنت فاكراهم هم عيلة، هنلاقي مثلا ست كبيرة وراجل كبير، فأنا هخدمهم والحاجات العادية اللي بنسمع عنها وكده. فلما ادتني العنوان ورحت تاني يوم، فلما وصلت الشقة وخبطت كده لقيت إن في شاب حوالي مثلا من سن 30 أو أكبر مني بسنة أو 2 هو اللي فتح لي. فاستغربت قوي، فقلت: هو انتم اللي كنتم مكلمين داليا على الشغل؟ طبعا هم عارفينها. قالوا لي أيوة. قلت لهم: طب حضرتك أنا هشتغل إيه؟ لقيته قال لي: طب ادخلي جوه ونتكلم. فلما دخلت لقيت 2 كمان رجالة قاعدين جوه في الشقة، واللي فهمته أنا إن هي شقة هم مأجرينها عشان شغلهم في البلد هنا، وهم أصلا مش من البلد، هم يعني بيشتغلوا في البلد بس هم مش ساكنين فيها، يعني هم عايشين فيها بس بيبتوا فيها، هم عايشين لوحدهم 3 شباب. فطبعا أنا اتسمرت مكاني، طب أنا إزاي هشتغل وسط 3 شباب وكده؟ لقيتهم بيقولولي: لو انتي خايفة أو قلقانة
انت ممكن تغيري مواعيدك وتيجي ميعاد تاني، يعني ميعاد احنا ما نكونش موجودين فيه. ده احنا بنشتغل من الساعة 5 لحد 12 بالليل أو 1 بالليل، فلو عايزة تيجي بالليل تعالي. فطبعا المواعيد دي ما كانتش تنفع معايا عشان ابني وعشان جوزي المريض وكده. فقلت لهم لأ، أنا مش هينفع بالليل وكده. فقالوا لي بصي ما تخافيش واحنا هنزود لك المرتب، احنا بس كل اللي عايزينه ان كل يوم تيجي تنظفي الشقة وتعملي لنا غدا وتغسلي لنا الهدوم والحاجات دي. وكمان زودوا لي المرتب عن المرتب اللي هم كانوا عارضينه. فطبعا انا كنت محتاجة الفلوس جدا ووافقت على الشغل. وطبعا كنت بروح الشغل ولابسة عباية واسعة وكده، بس انا جسمي عارفين اللي هو الكيرفي، الجسم اللي هو المليان شوية، وكنت حلوة قوي زي القمر كده. وكنت دايما بتعاكس وكنت بسمع كل الناس والشباب بيعكسوني وانا ماشية. فطبعا لما لقيت نفسي وسط التلاتة دول، فقلت لا، انا لازم اخاف على نفسي. وابتديت البس واسع، عبايات واسعة وكده، لان هما بيبقوا سايبين الشقة وانا بشتغل. وفعلا نزلت شغل وابتديت اشتغل. رحت اول يوم نظفت البيت وعملت غدا وغسلت الهدوم، ولقيتهم كل واحد في حاله، محدش بيضايقني خالص بصراحة، ومحدش يعني بيعمل حاجات تانية أو بيعمل عليها حاجة من بالكو. فطبعا اتبسطت جدا، وحسيت ان انا ان دي الشغلانة اللي انا هعرف اوفر منها حياة كويسة لابني وليا ولجوزي المريض وكده. فجيت في يوم وأنا شغالة وبروق الشقة وكده، وقربت ناحية الحمام، كان الحمام مفتوح. فلما بصيت جوه لقيت واحد منهم بياخد شاور، بس كان المنظر يعني فظيع بصراحة. جسم رياضي وحاجة جميلة جدا. وعارفين بقى الحاجات اللي بتخلي أي ست تبقى مش قادرة تقف على رجليها. فطبعا أعصابي ثابت خالص، وللأسف عملت صوت وأنا واقفة بتفرج. فهو عرف، أو يعني الاتنين صحابه كانوا قاعدين في الصالة كمان خدوا بالهم فعرفوا. قالوا لي انتي كنتي بتتفرجي؟ انتي يعني احنا شايفينك، يعني انتي مبسوطة معانا وكده؟ قلت لهم والله انا مبسوطة. قالوا لي طب ايه رأيك نتبسط اكتر؟ قلت لهم ازاي يعني؟ قالوا لي اهو انتي عارفة بس انتي بتستعبطي، ايه رأيك نعمل كده وكده؟ تقصد إقامة علاقة. فأنا طبعا اتبسطت، عايزين يعملوا معايا علاقة. فطبعا هم 3 وأنا لوحدي. هو أنا جسمي حلو وكل حاجة، بس 3 عليا صعب، مش هقدر. فقالوا لي بصي احنا عارفين ظروفك كلها، وعارفين ان جوزك مريض وكده ومش بيديكي حقوقك، فأكيد انتي محتاجة حاجة زي كده. واحنا كمان قاعدين زي ما انتي شايفة 3 شباب مع بعض، واحنا معانا فلوس وهنديكي الفلوس اللي انتي عايزاها وهنتبسط مع بعض. وبيني وبينكو أنا بقى ما اكدبش عليكو، أنا فرحت جدا وحسيت إن أنا هاخد حقي من الدنيا، وفرحت جدا وهتبقى متوفرالي أنا وهم، وخلاص بقى أنا هعيش معاهم أصلا وهيدوني الفلوس اللي أنا عايزاها. فإيه المشكلة إن أنا اتبسط معاهم وهم يتبسطوا معايا، وهاخد منهم الفلوس اللي أنا عايزاها. وفعلا لقيتهم مسكوني ودخلوا بيا على الأوضة، وابتدوا يقربوا مني واحدة واحدة، هما ال3 مع بعض، وبقينا إحنا ال4 من غير حاجة خالص زي ما اتولدنا. ويعني شدوني كده على السرير وابتدوا يتعاملوا معايا هما ال3 مع بعض، وعملوا معايا علاقة. أنا في اليوم ده كنت مغمى عليا تقريبا من القوة بتاعتهم ومن التعامل بتاعهم معايا. ما بقتش قادرة خالص، وحسيت إن أنا كنت في دنيا تالتة رابعة خمسة. انتوا فاهميني، 3 معايا أنا لوحدي. واليوم ده حرفيا أنا كنت ماشية من الشقة سندة على الحيطة، سندة على السلم، ومش قادرة أمشي خالص من اللي عملوه فيا. واتبسطت جدا اليوم ده، وبقيت كل يوم بعد ما أخلص شغل البيت والحاجات دي نتبسط كلنا مع بعض ويدوني فلوس كتير، وبروح وبجيب لابني ولجوزي وبجيب حاجات لشقتي. وكنت عايشة حياة جميلة جدا. كانت السكينة سرقاني، وكنت حاسة إن أنا خلاص بقى هاخد حقي من الدنيا. وفضلت كده فترة كبيرة، يمكن لحد دلوقتي بروح لهم أعمل كده. وعشت بقى حياة معاهم وبقيت مبسوطة،